الجمعة 25 يوليو، الأب توفى بعد آخر بنت ب3 أيام، والقبر اتفتح للمرة السابعة خلال أسبوعين بس، والبلد كلها بتصلي وتعيط، والحقيقة لسه محدش يعرفها. وسؤال لسه محدش جاوب عليه: ايه اللي دخل الموت البيت ده؟ وازاي عرف طريقه لجسم طفل ورا التاني؟ هل في ايد خفية دست السم وكانت متعمدة، ولا مأساة زراعية وصدفة العيلة دي بس، ولا دي لعنة وحلت عليهم كلهم؟ الأطباء كلهم قالوا إنه تسمم بمادة اسمها الكلورفينايبر، مادة خطيرة جدا بتكون في المبيدات الحشرية وبتوصل الدم وتدمر أجهزته تدريجيا. النيابة فتشت بيت الأسرة وبيت الجد، وراجعت كل الكاميرات في كل الشوارع اللي جنبهم ومبيعات المبيدات في كل المحلات اللي حواليهم، لكن ما لقيتش دليل قاطع لحد دلوقتي. تم التحقيق مع زوجة الأب